بيقولوا إن الشعوب بتتعرف من أكلها، وفي رمضان سفرتنا بتبقى عبارة عن خريطة حية لتاريخنا. كل طبق هو سطر، وكل نكهة هي حضارة، وإحنا هنا عشان نربط السطور دي ببعضها. من قصور دمشق لصحاري الجزيرة، ومن جبال الأطلس لحد حواري القاهرة. في سطر حضارة النهاردة مش بس هنحكي عن الأكل، إحنا هنكشف المستور عن أصل الكنافة والكبسة والسمبوسة، وإزاي لقمة واحدة كانت قادرة تجمع شعوب وتوحد أمة كاملة. اجهزوا معانا في رحلة النهاردة عشان نعرف إن الأكل مش بس بيشبع البطن، ده بيغذي الذاكرة كمان، وده لأن لكل سطر أثر ولكل حضارة قصة. قبل ما نبدأ نحكي لازم نعرف إن المائدة الرمضانية زمان ما كانتش زي دلوقتي خالص. الأكل كان قليل ومحدود لحد ما بدأت العصور الذهبية للإسلام، وبقت السفرة مجال للمنافسة بين الطباخين عشان يرضوا أذواق السلاطين. وأول صراع تاريخي بدأ كان على الحلو. لو فاكر إن الكنافة والقطايف دول مجرد حلويات تبقى غلطان، دول كانوا سلاح سياسي وموضة بيتباهى بيها كل الملوك. نبدأ بالكنافة اللي شغلت بال العرب سنين. الحكاية بدأت من قلب دمشق، وتحديدا عند معاوية بن أبي سفيان. الراجل ده كان صيامه صعب جدا وجوع شديد. اشتكى لطبيب واسمه ابن أثال، وفي روايات تانية جحظة. فالطبيب اخترع له أكلة مصنوعة من خيوط العجين الرفيعة ومحشية بالدهن والسكر عشان تسد معاه وتمنع الجوع في نهار رمضان. فبقت هي الأكلة الملكية اللي سموها كنافة معاوية. بس المصريين بقى كالعادة حطوا التاتش بتاعهم. ففي العصر الفاطمي لما دخل الخليفة المعز لدين الله القاهرة بالليل في رمضان، الناس استقبلته بصواني الكنافة اللي محشية بفستق ولوز. بس ليه حطوا فيها فستق ولوز؟ ببساطة لأن الفاطميين كانوا بيحبوا الفخامة، والمصريين وقتها كانوا عايزين يبهروا الخليفة بمكونات غالية ونادرة. المعز انبهر جدا بدقة الخيوط، وبقت الكنافة من وقتها رمز للقاهرة الفاطمية. ومن مصر اتصدرت للعالم كله، وبقى يتفننوا فيها من نابلس لبيروت. أما اسمها كنافة ففي حكايات كتير. في اللي بيقول إن أصل الكلمة شركسي وجاي من كلمة شنافة، ودي كان معناها زمان اللون الذهبي، وده طبعا بسبب لونها اللي بيخطف العين أول ما بتطلع من الفرن وتتسقى بالشربات. وفي رأي تاني بيقول إن الكلمة أصلها قبطي من كلمة كنيتن، ومعناها العجين اللي بيتخبز. نقلب الصفحة ونروح للقطايف، والاسم ده مش لقب، ده اسمها الحقيقي. والقطايف أصلها وفصلها بيرجع لبلاد الشام في العصر الأموي، ومن هناك بدأت رحلتها لبقية العالم الإسلامي. دي بقى كانت المنافس الشرس للكنافة. سموها قطايف لأن السلاطين والأمراء زمان كانوا بيحطوها في صحن كبير، والناس كانت بتقتطفها من بعضها بسرعة من كتر جمالها. وفي رواية تانية بتقول إن ملمسها الناعم كان يشبه قماش القطيف. زمان ما كانتش محشية بالمكسرات زي دلوقتي، كانت بتتقدم سادة مع عسل أو محشية بالخبيث، وده نوع من أنواع الحلاوة القديمة المعمولة من الدقيق والسمن والسكر. ومن هنا بدأت الخناقة التاريخية، مين فيهم الأحلى؟ لدرجة إن الشعراء عملوا قصايد في الهيام بالقطايف، وقصايد تانية بتدوب في غرام الكنافة. وانتهى المشهد بإن الاتنين بقوا هما العلامة المسجلة لبهجة ليالي رمضان، وما بيكملش السهر إلا بيهم. سيبكم من الحلو دلوقتي، خلينا نسافر لجزيرة العرب، الكبسة اللي بتملى البيوت بريحة الزعفران واللومي. دي حكايتها حكاية تجارة وحروب. زمان جزيرة العرب ما كانتش موطن للرز، فالرز كان بيجي عن طريق التجارة من الهند. البدو زمان كانوا بياكلوا اللحم مع القمح الجريش أو التمر، بس مع طريق التوابل وبداية حركة القوافل البحرية دخل الرز البسمتي للجزيرة. الفكرة بدأت كأكلة إنجاز، طبخ اللحم مع الرز في حلة واحدة، يعني كبس الأكل مع بعضه عشان يوفروا في المية والوقت أثناء الترحال. بس السر الحقيقي كان في الخلطة. رحلة التوابل من الهند لليمن ومنها لقلب السعودية خلت الكبسة مش مجرد رز ولحمة، دي بقت موسوعة بهارات، القرفة والكركم واللوم المر. كل ريحة طالعة من طبق الكبسة النهاردة هي ذكرى لتاجر عربي كان بيخاطر بحياته في الملاحة عشان يجيب الكيس ده لبيته، وبقت الكبسة هي السلطان الكرم. قبل ما نختم لازم نعدي على المقبلات اللي بتخطف القلب، السمبوسة.
لو فاكرين السمبوسة مصرية أو سعودية تبقوا محتاجين تراجعوا باسبور. السمبوسة دي رحالة ملهاش مكان ثابت، أصلها بيرجع لبلاد فارس والهند وكان اسمها سمبوسة. وهنا لازم نقف شوية عند الخناقة اللي بتقوم كل سنة، هي اسمها سمبوسة بالتاء ولا سمبوسك بالكاف؟ بصوا يا جماعة، الكلمة الأصلية بالفارسي هي سنبوسك، وكلمة سن يعني مثلث وبوسك يعني العجين، يعني الترجمة الحرفية هي العجين المثلث. لما الكلمة دخلت عندنا العرب حولوا حرف الكاف وقلبوها لتاء مربوطة عشان تليق على نغمة كلامنا، فبقت سمبوسة. بس لسه في دول زي العراق والشام متمسكين بالأصل بيقولوا سمبوسك. الجميل بقى إن كل بلد استقبلت المهاجرة دي وغيرت في شخصيتها وطريقة عملها. ففي الهند مثلا لسه بيحشوها بطاطس وبازلة وبهارات وبيسموها سموسة. ونطلع منها على الخليج والسعودية تلاقيها بقت رقيقة جدا ومقرمشة ومحشية لحمة مفرومة وبصل. أما في مصر فإحنا حولناها لسناكس شعبي بامتياز وبدأنا نبدع في حشوها جبنة بسطرمة وزيتون، وحتى العجينة بقت تتفرد يدوي في مصانع المناطق الشعبية وتترص بالملي عشان تطلع بالمنظر اللي بنشوفه ده، لحد ما بقت هي البطل المساعد اللي ما بيكملش فطار أي عيلة في مصر من غير صوت قرمشتها. فسواء قلت كاف أو تاء، السمبوسة هي قصة العولمة بس بالنكهة العربية. فازاي قطعة عجين صغيرة ومثلثة تقدر تلف العالم وتقعد تتربع على عرش مائدة رمضان في كل القارات. شفتوا بقى يا جماعة، كل طبق حكينا عنه النهاردة مش مجرد أكلة بتسد جوع، ده شاهد عيان على تاريخها. حضارات قابلت بعضها وتجار سافروا بلاد وطباخين أبدعوا عشان يوصلولنا الطعم اللي بنعشقه ده. المائدة الرمضانية هي الحاجة الوحيدة اللي بتجمعنا كلنا في وقت واحد، مهما اختلفت الأسامي أو الأماكن بيفضل الأصل واحد، والسطر اللي اتكتب من آلاف السنين لسه بنقراه وبندوقه النهاردة. استنوني في الفيديو الجاي، كنت معاكم آلاء في سطر وحضارة.